مين بيكسب من الفقر؟ تخيل معايا كده قرية صغيرة في قلب أفريقيا، البيوت البسيطة، الطرق الترابية، والناس هناك شغالة طول اليوم تزرع وتبيع وتدفع ديون. كل سنة الحكومة بتستلف من البنك الدولي عشان تصلح الاقتصاد، بس الغريبة إن كل سنة الدين بيزيد والناس حالها ما بيتحسنش. الطفل يتولد فقير بيكبر ويتجوز ويفضل فقير، وكأن الفقر نفسه بقى نظام مش صدفة. سؤال الحلقة النهاردة: مين بيكسب من الفقر؟ مين المستفيد إن ملايين من الناس تفضل عايشة في فقر؟ وهل الفقر ده نتيجة فشل ولا لعبة اقتصادية محبوكة بعناية؟ لما الديون تبقى سلعة. من السبعينيات لما حصلت أزمة النفط والبنوك العالمية غرقت في الفلوس، الدول الغنية بدأت تدور مين ياخد قروض عشان الفلوس دي تتحرك وتجيب فوايد، وأكتر مكان جاهز كان العالم الفقير. القروض بدأت تتدفق عشان تبدأ دورة جديدة للديون، ثم الفوايد، ثم القروض الجديدة اللي تغطي القديمة. ومن هنا اتولد صناعة اسمها اقتصاد الفقر، صناعة مربحة جدا بس مش للفقراء. بنوك بتكسب فوائد، الشركات بتكسب عقود، والدول الغنية بتكسب نفوذ سياسي. كل ده على حساب الشعوب اللي بتدفع الثمن جيل بعد جيل. لما الفقر يبقى بيزنس، النهارده في شركات متخصصه في اداره ديون الدول، يعني حرفيا بيشتروا ديون الدول من البنوك ويبيعوها او يراهنوا عليها في الاسواق. زي ما في بورصه للاسهم، في كمان بورصه للديون، وفي صناديق استثماريه اسمها الصناديق الجشعه تشتري ديون الدول الفقيره لما بتبقى في ازمه بسعر رخيص، وبعدين ترفع قضايا في المحاكم الدوليه عشان تاخد قيمتها الاصليه بفوائد ضخمه. خلينا نبص على الارقام اللي تخص الديون. في منتصف سنة 2025 حجم الدين العالمي وصل ل 338 تريليون دولار. تخيل ده أكتر من 3 أضعاف الناتج العالمي كله. وسوق السندات العالمي الشكل الرسمي لتجارة الديون وصل ل 133 تريليون دولار سنة 2022. في كمان سوق القروض المجتمعة بين البنوك والشركات، ده لوحده وصل ل 25 تريليون دولار سنة 2024. يعني احنا بنتكلم عن سوق ضخم جدا، سوق بيتاجر في الديون كأنها بضاعة. الموضوع بقى رسمي والفقر نفسه بقى تجارة عالمية. صندوق النقد والبنك الدولي، المنقذ اللي بيدخل في الصورة دايما هو صندوق النقد، لكن المنقذ ده ساعات بيتحول لطبيب بيوصف دواء مر جدا بس ما بيعالجش المرض، بيخليه مزمن. يقول لك خفض الدعم، قلل الانفاق، حرر سعر العملة وافتح السوق، بس النتيجة ان الاسعار تعلى والدين ما يقلش، وفي الاخر المواطن البسيط هو اللي بيدفع الثمن. في افريقيا وامريكا اللاتينية في دول حرفيا بقت رهينة للصندوق. الارجنتين مثلا اخذت اكتر من 20 قرض من صندوق السبعينيات لحد النهارده، ورغم كده العمله بتنهار سنه ورا سنه والفقر ما بيتحسنش. ده النمو دايما بيروح لسداد الديون مش لخلق فرص شغل. نوادي الديون لما الفقر يدخل صالة كبار الزوار. في عالم الديون حتى حل الأزمات ليها نخبة وليها نظام مغلق اسمه نوادي الديون. أشهرهم هو نادي باريس، تجمع غير رسمي تأسس 1956 في فرنسا، ويضم 22 دولة غنية زي أمريكا، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا واليابان. الظاهرة بسيطة، يجتمعوا لما دولة فقيرة تتعثر في السداد ويقرروا ازاي يعيدوا هيكلة ديونها أو يمنحوها فترة سماح. لكن في الحقيقة إن النادي ده مش مجرد مجموعة اقتصادية، ده مجلس إدارة غير معلن لاقتصاديات الدول المدينة. نادي باريس بيتعامل النهاردة مع أكتر من 90 دولة وبيدير ديون تتجاوز 430 مليار دولار، منها حوالي 60 مليار دولار تخص دول أفريقية لوحدها. يعني حرفيا مصير مئات الملايين بيتحدد في اجتماعات مغلقة في باريس. في المقابل في كمان نادي في لندن اللي بيضم البنوك التجارية الخاصة اللي أقرضت الحكومات والشركات العامة. النادي ده بيتعامل مع الديون قيمتها بتقارب 250 ل 300 مليار دولار، بيتحكموا في إعادة جدولتها أو بيعها في السوق سنويا، وكأن الديون دي بقت أوراق استثمارية تتحرك على الشاشات. الاثنين مع بعض باريس ولندن شكلوا شبكة ضخمة لإدارة ديون العالم النامي، ومن خلالهم بيتعاد توزيع النفوذ المالي والسياسي، مش بس بناء على الإنتاج أو التنمية، لكن على مين يملك الدين ومين محتاجه. يعني ببساطة الفقر دخل صالة كبار الزوار. البلد اللي ما تقدرش تسدد بتخسر قرارها، واللي بيمتلك أدوات الدين بيمتلك القرار. ومصر مش بعيدة عن الصورة دي، لأن أي قرار اقتصادي فيه النهاردة بيتأثر مباشر بخريطة الديون العالمية. لما الفقر يبقى واقع محلي، في مصر مثلا الدين الخارجي في 2010 كان حوالي 35 مليار دولار، النهارده في 2025 وصل لاكثر من 165 مليار دولار، رغم ان في مشروعات كتير اتعملت، لان خدمه الدين بقت عبء كبير على الموازنه، بيأثر على التعليم والصحه والاستثمارات. وده مش وضع مصر بس،
ده قصة مكررة في دول كتير حوالينا، من زامبيا اللي أعلنت إفلاسها للبنان اللي فقدت عملتها لكينيا اللي بتدفع أكتر من نص دخلها للفوائد. لكن في دول كسرت القاعدة ونجحت من غير ديون، دول قررت تمشي ضد الموجة وتبني نفسها من غير ما تقع في فخ القروض، زي بوتسوانا دولة أفريقية فقيرة زمان قررت تستثمر عائدات الماس والزراعة والتعليم بدل القروض. النهارده واحدة من أنجح اقتصادات القارة وما عندهاش أزمة ديون زي جيرانها. أو كوريا الجنوبية اللي بعد الحرب كانت متدمرة لكن قررت أن أي قرض ياخدوه لازم يخلق إنتاج حقيقي، اشتغلوا على الصناعة والتعليم وبقوا النهارده ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم. وكمان سنغافورة من غير موارد لكن قررت الادخار الإجباري والاستثمار المحلي، النهارده عندها احتياطي نقدي أكتر من 400 مليار دولار، مفيش عندها أزمة ديون. أما شيلي فاختارت طريق مختلف، اعتمدت على الزراعة والتصدير بدل القروض، دلوقتي عندها واحدة من أعلى دخول الأفراد في أمريكا اللاتينية. الدول دي كلها علمتنا حاجة، الفقر ممكن يتغلب عليه لو الإدارة رشيدة، لو القروض تبقى آخر حل مش أول خيار. نسبة الفقر في القارات الكبرى لو بصينا على الخريطة الكبيرة هنكتشف إن الفقر مش متوزع بالتساوي. في أفريقيا في جنوب الصحراء حوالي 45 من السكان عايشين تحت خط الفقر المدقع، في جنوب آسيا النسبة حوالي 7.3%، في شرق آسيا والمحيط الهادي حوالي 2.5%، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 8.5%، في أوروبا وآسيا أقل من 1.1%. يعني الفقر مش صدفة، ده نتيجة نظام عالمي بيكسب من القوي على حساب الضعيف. وفي سنة 2024 أكتر من 700 مليون إنسان حوالين العالم عايشين على أقل من $2 في اليوم، وفي نفس السنة 1% من سكان العالم يمتلكون ثروات تعادل 2.5 من سكان كوكب الفقراء. إجمالي ديون الدول النامية وصلت في 2025 ل 9.3 تريليون دولار، ومنهم أكتر من 50 دولة على وشك الإفلاس. وفي المقابل البنوك العالمية وصناديق الاستثمار كسبت أكتر من 250 مليار دولار من تجارة الديون. الفقر مش لعنة لكن اختبار للعدالة في العالم، اختبار بيكشف مين اللي بيستغل ضعف غيره عشان يكسب، مين اللي بيستغل قوته عشان يساعد. الخلاصة اللي بيكسب من الفقر عمره ما يحاربه، واللي عاوز يحارب الفقر لازم يبدأ من التعليم والإنتاج والكرامة، لأن الكرامة هي أول خطوة في طريق الثراء الحقيقي.